خلينا متفقين في الأول إن جيل الكوميديانات اللي ظهر بعد سنة 2000 أو جيل علاء ولي الدين ومحمد هنيدي بالتحديد إنهم غيروا شكل الكوميديا والضحك في التلفزيون والسينما. بس بقى إيه اللي حصل لهم دلوقتي من بعد 20 سنة أو 25 سنة من ظهورهم؟ والناس اللي لسه موجودة من الجيل ده زي محمد هنيدي ومحمد سعد ما بقوش بيضحكوا زي زمان. واول حد هنتكلم عليه هو محمد هنيدي. ومحمد هنيدي الستايل الضحك بتاعه هو قايم عليه هو شخصيا، يعني هو بيحب كل الناس اللي شغاله في المسلسل او في الفيلم تخدم على الافيه اللي هو هيقوله. يعني مش هتلاقي ناس بتنور جنب هنيدي قوي زي مثلا لما بيحصل مع احمد امين او احمد مكي. هتلاقي الناس او الادوار المساعده، هتلاقي مصطفى غريب ابتدى يظهر، حاتم صلاح، طه دسوقي. الناس دي بتسيب مساحات للناس اللي حواليها، عكس هنيدي. هو هنيدي من اول ما ابتدى يعمل حاجات بطولة هو عايز بس هو الوحيد اللي يضحك. هتلاقي بيجيب ناس حواليه هي مصمتة كوميديا. يعني هتلاقيه مثلا بيجيب حد زي محمود حافظ. تقريبا محمود حافظ محدش بيضحك على الافيهات اللي هو بيقولها، بس انت بتبقى عارف ان الراجل ده بيمثل كوميدي، بس هتلاقيك نادرا لما بتضحك على حاجه بيعملها. فهو لما بيجيب ناس الكوميديا بتاعتها ضعيفه قوي فانت بتحس ان الفرق، يعني هنيدي ارحم. هتلاقي الناس الكوميديا بتاعتها واقعه قوي وتحس ان انت ما بتضحكش. حتى لما طلع معاه محمد سلام في الفيلم بتاع دكتور نبيل هتلاقي محمد سلام ما بانش قوي، مع ان محمد سلام كوميديان خطير، بس ما هتلاقيه ما تنجمش قوي في العمل ده. هو برضه كان مديله دور صغير قوي. وهتلاقي الحته دي بانت قوي في محمد هنيدي من بعد فيلم تيتا رهيبه. هو ده كان اخر الافلام اللي هتحس ان كان فيها كوميديا عاليه لمحمد هنيدي. هتلاقي بعد كده عمل فيلم يوم ملوش لازمه، برضه ما كانش فيه كوميديانات ظاهرين في الفيلم ده. كان جايب روبي ورهام حجاج بس دول مش كوميديانات. بعد كده الفيلم عنتر ابن شداد كان معاه باسم سمره بس هو اللي شايل الليله. كان عايز برضو يرجع الدويتو بتاع فيلم تيتا رهيبة، بس الكلام ده ما حصلش والفيلم وقع. هو يمكن الحسنة الوحيدة اللي كانت في آخر 12 سنة دول مسلسل أرض النفاق اللي اتعمل في النص ده. الكوميديا بتاعته كانت حلوة مع انها مبنية على هنيدي، بس كان النجم محمد محمود كان شايل برضو جزء كبير معاه. عمل برضو بعديها فيلم الإنس والنمس، برضو الفيلم ما كانش فيه كوميديانات وبرضو ماسك في محمود حافظ. انا مش عارف ليه ايه حب هنيدي لمحمود حافظ. وكان برضه مصابرين عمرو عبد الجليل ما كانش بيضحك. يمكن اللي عمل مشهدين كوميدي في الفيلم ده غير هنيدي هو بيومي فؤاد. وفي السنة اللي بعديها عمل فيلم دكتور نبيل أخصائي تجميل اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول. وفي الفيلم ده عمل حاجة مختلفة جدا وجاب ممثل ما مثلش معاه قبل كده خالص وهو محمود حافظ. برضه هو تقريبا انت بعد كده لما تشوف محمود حافظ هتبتدي تدور على هنيدي فين من العمل او المسلسل ده. فهنيدي بعد الأعمال دي حس او نزل بوست على السوشيال ميديا وطلع يتكلم، قال ان هو حاسس بالناس وان هو العمل اللي جاي اللي هو مرعي البريمو هيبقى مختلف جدا عن الافلام اللي هو عملها اخر 6 7 سنين. ووصل له ان الاعمال دي مش هي الكوميديا اللي الناس مستنياها من هنيدي. هنيدي زمان كان ممكن بيضحك من نظرة، فنزل مرعي البريمو كلنا قلنا لا خلاص هو الفيلم ده هو الفيلم الجامد بقى. ان هنيدي ابتدى هي خلاص هيشتغل على الكتابة كويس، هيبتدي يعمل قصص كويسة. فالناس دخلت الفيلم اكتشفت ان الفيلم زي الافلام اللي قبل كده. يمكن الافلام اللي قبليه كانت احسن منه. ان هو مرعي البريمو برضه نفس المشاكل بتاعت هنيدي في كل الافلام اللي حصلت له قبل كده هي في نفس الفيلم ده. وانا كنت فاكر في الاول ان هنيدي دمه تقل بسبب ان هو خد الجنسية السعودية. بعد كده اكتشفت ان احنا مسلمينه للسعودية بايظ. هو رايح السعودية وهو ما بيضحكش من قبلها ب5 6 سنين، عشان دلوقتي بقت في مجلات ومواقع على الانترنت بتقول لك الفنان السعودي محمد هنيدي. هل تعلم ان الرياض عاصمة المسرح والفن الان؟ اعلم. انت خلقت المسرح، انا هذه مسرحية كاملة معك عشان وكان سبب اساسي في ضعف افلام محمد هنيدي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها دي هي القصه الكوميديه مش موجوده. هما بيعتمدوا على محمد هنيدي لما في بدايته لما طلع سنه 2000 لحد مثلا 2005 2007 ان محمد هنيدي بيضحك بشخصيته. هو لو طلع في مشهد الناس كلها بتتكلم، لو طلع بس لهم بس الناس كلها تضحك. فده مع الوقت ومع السن هنيدي فقد الحته دي شويه. والكوميديا برضو اتغيرت، ان الناس مش عايزه ستايل الكوميديا ده. الناس بتزهق على طول من الكوميديا القديمه فعايزه حاجه جديده. فده اللي وقع فيه هنيدي. هو مستغرب طب ما الناس كلها كانت بتضحك على اللي انا كنت بعمله زمان، ليه ما بيضحكوش دلوقتي؟ زائد برضه هنيدي مش عايز يمثل في حته الفئه العمريه بتاعته. يعني هنيدي المفروض يعمل اعمال في السن او يطلع عنده مثلا 40 ما بين مثلا 45 ل 55 سنه الحته دي. لكن هتلاقي هنيدي كل اعماله هو لسه طالع جايب لك ان هو بيتخرج من الكليه وبيحب واحده وعايز يتجوزها.
زي فيلم دكتور نبيل اخصائي تجميل، طلع لك كان طالب في كليه الطب، بعد كده قعد كام سنه مش لاقي شغل لحد لما اتجوز نور. نفس الكلام في فيلم الانس والنمس، هو طالع برضه بيحب منة شلبي، وجايب لك ان هو في الفتره العمريه بتاعته اللي هي 35 سنه ما بيحبش يكسر ال 40 في الاعمال بتاعته. يعني انا حاسس ان هنيدي مش عايز يعمل الجزء الثاني بتاع الصعيدي في الجامعه الامريكيه ان هو هيجبره يطلع سنه كبير. يعني هو كل سنه او كل فتره يطلع المؤلف بتاع الفيلم او المنتج يقول لك ان هم شغالين على جزء تاني من صعيدي في الجامعه الامريكيه، بعد كده الكلام بيختفي ويرجع بعدها السنه اللي بعدها يقول لك ان لسه شغالين على الجزء التاني. وهتلاقي برضه هنيدي واخد الحته دي من عادل امام. يعني عادل امام لحد مسلسل فرقه ناجي عطا الله عمرك ما هتلاقي عادل امام طالع عنده عيال، فهتلاقي دايما القصه بتدور حول شخصيه عادل امام نفسه. صعب قوي لما هتلاقي ان هو مثلا عنده عيال وبيشارك مشاكلهم، ان هو جاب الكوميديا ما بينه مثلا وما بين عياله وما بين عيال اخته، حاجه في الرينج ده لا. فهو دايما بيجيب لك ان القصه بتدور حوله هو. والكلمتين دول بصراحه كانوا محشورين في زوري، الحته بتاعت السن دي ان انا كنت متكلم عليها في فيديو بتاع مسلسل 15 حلقه، بعد كده قصيتها لما لقيت المسلسل 30 حلقه. ان انا بتضايق من السينما او من الاعمال في فئه عمريه كده محدش بيذكرها، اللي هي مثلا من 40 سنه ل 55 سنه، وهتلاقي مفيش ممثل او ممثله بيحبوا يعملوا الفئه العمريه دي. ممكن بسبب ان الممثل شكله بيدي اصغر من سنه فبيبعد عنها زي احمد عز، وفي ناس ما بتحبش تكبر عمرها في الاعمال عموما. ومع ذلك بعد الكلام اللي احنا قلناه عن محمد هنيدي لسه محتفظ بفئه من جمهوره كبيره جدا، وفئه في الاغلب العائلات او الاسر. دايما الشباب هتحس ان هم بيكرفوا للاعمال الكوميديه اللي هي ما بتضحكهمش بدري، لكن زي ما قلنا الاسر او العائلات بتحب هنيدي. ان هتلاقي الكوميديا بتاعته ضعيفه بس ما تخلاش عن الحته ان هو ممكن يقدم لك قيم وحشه، او يقدم لك حاجات فيها ايحاءات جنسيه او ايحاءات عموما زي ممثلين تانيين جايين لهم دلوقتي. فهو الحته دي ما اتكسرتش بين محمد هنيدي وجمهوره، فانا ممكن احترمه في الحته دي. ان الكوميديا بتاعته مش اقوى حاجه، بس لحد دلوقتي ممكن عادي الاطفال يتفرجوا عليها، مش هتحس ان هتبقى فيها حاجات غريبه عليهم. تقريبا فيلم مرعي البريمو الاخير هو اللي كان فيه حاجات زياده عن اللزوم، بس مش حاجات كبيره قوي. نيجي بقى لتاني اجمد واحد بعد هنيدي وهو محمد سعد. ومحمد سعد سحل نفسه سنين في الكاركترات اللي هو عملها، ان هو مسك 5-6 كاركترات قعد يحلف فيهم لحد لما خلاص الناس زهقت، زائد الناس خلاص ما بقتش واخده على شخصيته الطبيعيه. زي مثلا احمد مكي برضه لما نزل السنه دي عمل مسلسل بشخصيته هو، الناس كانت مستغربه شويه، حاسه ان هو ما بيمثلش، زائد ان هو كان عامل قصه قريبه من قصته في الحقيقه، فالناس كانت حاسه ان هو بيقدم قصه حياته مش مسلسل دراما. فنرجع تاني لمحمد سعد. محمد سعد مسك شخصيه الليمبي عمل بيها 5-6 اعمال، عمل الليمبي، اللي بالي بالك، الليمبي 8 جيجا، عمل المسلسل اللي كان بيتكلم فيه على الليمبي، وعمل بقى كولاب ما بين الليمبي وقطاطا. نفس الكلام شخصية تتح عمل بيها فيلمين 3. فهو حتى محمد سعد لما وصل لسنة 2010 2011 هو جاب اخره من الكاركترات. اخر كاركتر عمله جديد كان تتح، او الكاركتر اللي كان عامله في الفيلم بتاع تك تك بوم. بعد كده ابتدى يعيد الكاركترات اللي عملها قبل كده. زائد برضو ان في ناس زهقت من الكوميديا بتاعت محمد سعد. كوميديا محمد سعد بقى قايمه على التلطيش. يعني احنا قلنا هنيدي الكوميديا بتاعته قايمه على شخصيته هو نفسها، محمد سعد قايمه كوميديا على التلطيش والشقلبه، ان هو بيمسك الممثل اللي قدامه يهينه. زي مثلا علاء مرسي لما طلع معاه في الفيلم بتاع كركر لطش له كميه اقلام في الفيلم تعدت ال 30-40 قلم. فهو معتمد ان الناس هتضحك على الكلام ده، ولو الناس لو ضحكت في فيلم فيلمين مش هتقعد 10-20 فيلم تضحك على الكوميديا دي. ان الناس اكتر حاجه بتزهق منها الكوميديا. يعني دلوقتي على فكره مصطفى غريب هو اكتر حد الناس بتتكلم عليه ان هو الكوميديا بتاعته جامده جدا والناس بتضحك اول ما تشوفه. لو فضل 3-4 سنين كمان بيقدم نفس طريقه الافيهات بس في الكوميديا دي، الناس هتيجي بعد كده تزهق منه، تقول لك لا، زي بيومي فؤاد ومحمد ثروت واحمد فتحي. الناس دي بعد 5-6 سنين الناس ابتدت تتضايق من الكوميديا بتاعتهم، او عايزه حاجه جديده. ممكن الكوميديا تبقى جايه من قصه، جايه من موقف اكتر، عشان انت كل لما تحب ممثل كوميدي فبتتفرج عليه كتير فبتحفظ طريقته، فمع الوقت طريقته مش بتضحكك. نيجي لاحمد حلمي. واحمد حلمي انا بشوفه هو اكتر حد شاطر من الجيل ده. يعني هو ما جابش نفس ارقام افلام محمد سعد، او وصل للكوميديا القويه بتاعت هنيدي في بداياته، لكن اللي كان بيميزه اجتهاده في القصص المختلفه. ان هو كان كل عمل هيعمل لك قصه مختلفه فيها كوميديا، مش معتمد ان يعني مثلا احمد حلمي مش هيعرف يضحكك من نظره
زي هنيدي، او ان هو يعمل لك حركه يضحكك زي محمد سعد. فكان دايما هتلاقيه بيعتمد زي ما قلنا على القصه بتاعته، ان هو عارف ان هو لو ما عملش كل سنه قصه جديده الناس مش هتخش افلامه، او لو حاول برضه يقلد حد من الجيل بتاعه محدش هيضحك على طريقته. ان هتلاقي برضه الكوميديا بتاعت احمد حلمي هي كوميديا شيك شويه، ما تحسوش ان هو بيقعد يهرس الافيه لحد لما الناس ما بتضحك، لا هو بيقول الافيه ببساطه. زائد برضه هو عنده ميزه زي اللي كانت عند هنيدي، وهو بيعتمد على الاعمال بتاعته اللي هي كانت بيحبها الاطفال او اعمال صديقه للعيله. ولما حاول يكسر الحته دي في بداياته وعمل فيلم صايع بحر، الناس اتضايقت واشمئزت من الفيلم ان هو كان جاب بقى ريكو، كان الشاب ريكو مكسر الدنيا وقتها في مصر. فكان اي عمل او اي فيلم سينما عايزين الناس تتفرج عليه او يجيب مشاهدات يجيبوا ريكو، ممكن يقول مشهد او يطلع يغني اغنيه هتلاقيه حاطين صورته جنب البطل على البوست. فلما احمد حلمي خد اول قلم كده مع الجمهور ان الناس لا حس ان هو لسه في بدايته والناس ابتدت تحبه من البرامج بتاعه الاطفال اللي هو كان عاملها، فقرر يرجع تاني. عمل فيلم زكي شان وكان بطل معاه الطفل اللي طلع معاه في البرنامج بتاع الاطفال من سيربح البونبون، وابتدى يكمل على المسيره دي ان هو خلاص عرف ان الفئه الجمهور بتاعته هي عايزه ايه. ففضل مستمر في الموضوع ده لحد برضو الفترة اللي وقع فيها هنيدي ومحمد سعد، مثلا 2014 2015 ابتدى يعمل افلام فيها ايحاءات زي فيلم واحد تاني او فيلم صنع في مصر. حتى الافلام بتاعته اللي كانت معتمدة على القصة وفيها كوميديا فهي ضعفت عنده قوي، زي فيلم خيال مآتة. هو فيلم خيال مآتة كان المفروض مرسوم ان في قصة من زمان وكان معاه حسن حسني وطلع بشخصيتين، الناس ما عجبتهاش القصة دي قوي. زائد كمان ان كانت الكوميديا اللي في وسط القصة كانت كوميديا ضعيفة. غير كل ده بقى مشاكل احمد حلمي مع الجمهور بتاعه بعيدا عن الاعمال اللي بيعملها زادت، زي المشكلة بتاعت منى زكي لما طلعت قلعت مش عارف ايه في الفيلم بتاع اصحابه ولا عز، وهو طلع بعد كده يدافع عنها وقال ان الجمهور ملوش لازمة، يعني بيسمع من هنا ويخرج من هنا، ان الجمهور مش فارق له. والمشكلة اللي عملها لما كان بيهزر مع حد او ملحن صاحبه او ما علينا يعني في السعوديه وقعد يقول له انت مصري ازاي قاعد في الصف الاول. ان برضه هتلاقي الجيل ده من الكوميديا لما اتفتحت الاعمال في السعوديه ابتدوا يقلوا من المصريين او يقلوا من مصر عشان يبانوا في السعوديه ان هم جامدين جدا وان هم بيحللوا القرش اللي بياخدوه. يعني هتلاقي احمد حلمي بقاله 4 سنين من ساعه ما الناس اتضايقت منه، او 3 سنين، او من بدايه الاعمال بتاعه موسم الرياض. هو شغال كل سنه بيعمل 3 4 مسرحيات في السنه وريح دماغه من الاعمال في مصر. ان هو قال لك ليه اوجع دماغي والجمهور يقعد ينتقدني والفلوس مش زي السعوديه، لا انا خليني في السعوديه ورايح دماغي احسن. وعلى فكره هنيدي برضه بيعمل كده، بس هنيدي لسه زي ما قلنا الوصله بتاعته ما بينه وما بين الجمهور لسه موجودة، وده بان في المسلسل بتاعه اللي هو اتعمل السنة دي. المسلسل كان ضعيف ومع ذلك طلع من أفضل 10 مسلسلات كمشاهدة رقميا على منصة واتش، عكس أحمد حلمي إن الناس ابتدت تضايق منه أكتر. وكريم عبد العزيز أنا ما اتكلمتش عليه في الفيديو ده، إن كريم عبد العزيز ستايله مش ستايل كوميدي صرف زي الناس دي، هو بيبقى مثلا 50 60% دراما والباقي كوميديا لايت. لكن هتلاقي النجوم دي هو 70 80% من العمل اللي هم بيعملوه كوميديا او 20% في قصة درامية. فعشان كده ما ذكرتش كريم عبد العزيز. وكريم عبد العزيز حاليا هو الوحيد من الجيل ده هو اللي نجا، ان هو بيعتمد على القصص بتاعته قصص خفيفة، ما بيخبطش قوي في الجمهور، هتلاقي كلامه قليل فمش هتلاقي له مشاكل بره الاعمال بتاعته. زائد برضو ان الاعمال الفنيه بتاعته ممكن مش هتلاقيها قويه قوي بقوه مثلا اعمال احمد السقا زمان او اعمال ممثلين تانيين، بس هو بيعتمد ان هو في الحته اللي في النص اللي هو ميديوكر، ولا هتلاقي هتضايق قوي من العمل بتاعه ولا هتحس ان العمل بتاعه قوي قوي. هو يمكن بس بعد الفيل الازرق او في الفيل الازرق هو هتحس ان هو فاجئ الجمهور بحاجات جديده، غير كده هتحس ان هو الاعمال بتاعته في النص. وعايز اقول في الاخر ان ممكن تكون النجوم دي اعمالها وقعت دلوقتي بسبب عوامل الزمن، ان كل فنان ليه فتره عطاء، فهو كانت فترتهم ال 15 20 سنه دول. بعد كده هتطلع نجوم جديده زي عصام عمر وطه دسوقي وحاتم صلاح ومصطفى غريب، ستايل كوميديا جديده ومختلفه تماما. زي ما هنيدي ومحمد سعد طلعوا في بدايه الالفينات غطوا على الكوميديا بتاعه عادل امام وفؤاد المهندس. وبس كده اكون خلصت كل اللي عندي في الفيديو ده. وزي كل مره ما بنقول، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه.